تلقى المزارع وانتاجها يبرق في كل شارع. ده المصري دايما فنان وبارع، قادر يوفر قوتنا وذاتنا. سمرة يا سمرة يا سمر بلدنا، بإيدين ولادك ولاد ولادنا، نزرع ونحصد ويزيد عددنا. سمرة يا سمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا جدا. بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديوهات. يا رب بس الفيديو ده يعجبكم. فيديو مختلف جدا، يعني مختلف بعيدا عن المطبخ وبعيدا عن الطبيخ وبعيدا عن اي حاجة. النهارده بقى كانت فسحة كده في الأرض الزراعية، فقلت أعمل لكم فيديو أو اتنين من المنظر الجميل اللي أنا شايفاه ده. أنا بدأت بقى كده بالفيديو، بدأت بأغنية جميلة كده. تعالوا بقى نشوف بقى الحاجات الخضروات والحاجات الجميلة اللي بتنزرع ديت. بصراحة كانت فسحة جميلة جدا جدا بالنسبة لي. بس يا رب الفيديو ده يعجبكم. فيديو بسيط خالص مفيهوش أي حاجة، المنظر بس يعني عجبني، فقلت أصور فيديو أو اتنين زي ما قلت لكم كده. هنا طبعا الاناناس بقى كان لسه اخضر، والذره كده زي ما انتم شايفينه كده، الذره الاخضر الجميل. وعندنا بقى هنا هوت القته والحاجات الجميله. زي ما انتم شايفين هنا بقى الذره كنت بوريه لكم اهوت، وهنا الاناناس لسه اخضر او الشهد لسه اخضر بقى. هستنى بقى لما يصفر كام يوم كده. وطبعا البامية الخضراء الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت، انا والله عجبني شوية حاجات كده، قلت اصورها وخلاص اعمل فيديو يكون مختلف، يعني احطه على القناة. قول الحقيقة يا سما، قول الحقيقة، شاركيني يا سما. هنا شوفوا المنظر الخضرة جميل قوي. شفت الواد محمد ده؟ الواد محمد ده مدوخني قوي قوي. دايما هتلاقيه بقى في الفيديوهات اللي جاية كتير معايا. هتلاقيه طالع لي كده في كل فيديو، هتلاقيه صورته جايه في الفيديو معايا. زي ما انتوا شايفين كده بقول لكم بقى الاناناس والقته والخيار والحاجات الجميله زي ما انتوا شايفينها. ومحمد كمان اهوت شفتوا بقى بيجري اهوت عاوز يمشي خلاص. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. وما ننساش نصلي على النبي كتير قوي قوي. طول ما احنا بنعمل حاجه نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. في كل وقت لازم هنصلي على النبي، في كل دقيقه، في كل ثانيه. طول ما احنا فاكرين بنغسل المواعين فاكيد هنصلي على النبي كتير قوي. هنا طبعا بوريكم هات المنظر جميل قوي قوي، والارض الزراعيه شكلها جميل قوي. نفر كان بصور ممتع بالمنظر ده بجد. يعني فيديو زي ما قلت لكم، فيديو عجبني جدا جدا جدا. وهنا القته اهوت والخيار ده. الخيار طبعا اهوت الخيار. احنا هنجمع شويه حاجات كده. الخيار الجميل الفلاحي الحلو ده. تعالوا بقى هنشوف بقى شجرة الموز وشجرة الجوافة وشجرة العنب والحاجات الجميلة. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. هنا بقى كانت شجرة الموز طبعا. شجرة الموز زي ما انتوا شفتوها كده. وهنا بقى القتة اهيت انا بنجمع فيها طبعا كده ونقطعها هنا اهي خلاص. يا رب بس الفيديو ده يكون عجبكم. هو فيديو مختلف خالص زي ما قلت لكم، بعيدا عن الطبخ وبعيدا عن اي حاجه. وان شاء الله نعمل فيديوهات كتير الفتره اللي جايه، بس يا رب الفيديو يعجبكم. طبعا بنجمع القته هنا اهوت، وبنجمع الخيار، وهناخد الموز كمان معانا واحنا ماشيين اكيد.
وهناخد البامية كمان خلاص بقى احنا في هنا في الارياف وفي هنا في ارض الزراعية، فاكيد هناخد حاجات كتير منها. زي ما انتوا شايفين كده ادينا بناخد اهوت القتة وبناخد الخيار معانا. بجد جو الارياف ده مفيش احسن منه، بجد جو جميل جدا جدا. تصدقوا بقى كنت عاوزة يعني بجد لو ليا بيت في المكان ده، كنت مش عارفة كنت هحب المكان ولا لا، بس في الوقت اللي انا رحت فيه هنا كنت حابة المكان قوي. هل بقى هعرف اعيش لو انا ليا مكان في الارياف ده؟ بجد مش عارفة. هنا بقى كنت جمعت بقى زي جمعنا بقى شوية حاجات كده زي ما انتوا شايفين. خلاص يعني جمعنا كل حاجة، قطفنا الخيار وقطفنا القتة كلها تقريبا، دي كل ده تقريبا كده. والله هي كانت فسحة جميلة بالنسبة لي جدا جدا. والبيت توتة والبيت عليا هيحبوا بيحبوا المكان ده قوي، اكيد هيشوفوا الفيديو ده وهيعجبهم المكان ده قوي. ويا ريت لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة، باي باي.